السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا فيديو حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا كل سنة وانتم طيبين، النهاردة ليلة السحور، كل سنة وانتم طيبين. انا عارفة الفيديو ده هينزل لكم متأخر، بس يعني سامحوني يعني. بصوا، انا هوريكم يعني ايه النهارده كده جزء من الاوردرات بتاعت بكره ان شاء الله. وان شاء الله احاول انزل لكم الفيديو، بس بجد يعني محتاجه دعمكم. تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. بس قبل اي حاجه مننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمه وينصرهم نصرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض بحق الايام المفترجه دي يا رب. عايزه اقول لكم يعني انا مش عارفه بقى انتوا هتبقوا مستنيين السحور وسهرانين ولا لا. فانا منزلاه كده متاخر، بس يعني عايزه اقول لكم انا شغاله من الساعه 6 الصبح ولسه كمان هصحى الساعه 5. فتعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. بصوا، اول حاجه طبعا رمضان يعني حلويات وعصاير. احنا الفيديو بتاعنا النهارده دوت الحلويات والعصاير اللي طالعه من عندي بكره ان شاء الله. بس انا هوريكم الطريقه كلها، لكن الفينش بقى هتشوفوه معايا ايه بكره ان شاء الله مع حاجات تانية كتير. زي ما انتوا شايفين جبت 4 حلل وحطيت في كل حلة. حطيت الحلة اللي هناك دي نص كيلو من الدوم، والحلة التيفال حطيت فيها 3 كور من التمر. انا بفضل التمر الكور دوت بيخرط او بيبقى تقيل اكتر من الباكيتات. وحطيت كمان حوالي نقول 8 كيلو او اقل من التمن. شوية كده حلوين اللي هو الكركديه. وبعد كده جبت ايه نص كيلو من الخروب، قمت حطاه وحط عليه كل حاجة كده، مشيت عليهم ايه بالسكر. طبعا السكر على حسب الرغبة. تمام. انا بفضل العصير زي ما قلت لكم تبقى مظبوطة. اما بقى بعد كده لما حطيت الدوم وحطيت السكر، جبت بقى دورق كبير او شفشق كبير وبنيته ميه. وايه ومشيت عليه ال3 حلل دول بالميه ما عدا الخروب. الخروب مش بنحط له الميه دلوقتي. احنا بقى بنكرمل السكر مع الايه مع الخروب ونسيبه لغايه لما يكرمل. عايزه اقول لكم بس لازم تاخدوا بالكم منه، لان هو بصوا السكر دوت في ثواني اول لما بياخد اللون لو اتحرق منك خلاص ملهوش علاج، بيمرر ويبقى طعمه مش حلو. فزي ما انتوا شايفين انا الحاجات بقى بدأت تغلي كده، وايه وانا ايدي فيها وعلى نار هاديه وبفضل اقلب فيه. اول لما اخد اللون الذهبي دوت، ويفضل ان انتي بتعمليه في حله كده ايه ستانلس او الومنيوم. المهم حاجه ايه تبقى فاتحه كده علشان تشوفي ايه لون الكراميل او لون السكر. بعد كده بقى هننزل بميه، بس اوعي تغلطي غلطه اللي انت تنزلي بميه من الحنفيه. لازم ميه سخنه من الكتل علشان ما يحجرش معاكي الخروب في السكر، وهيغيب جدا عبال لما يفك. اي حاجه فيها سكر بتعمليه كراميل على النار لازم تحطي السوائل بتاعته تبقى سخنه. تمام. شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم بقى كان ريحته رهيبه. هنزل بقى بالميه السخنه زي ما قلت لكم، وايه وخلاص على كده. تعالوا اقول لكم حصل معايا النهارده موقف غريب جدا، يعني مش عارفه والله. غريب فوق ما انتم يعني مش هتتوقعوه. انا لقيت التليفون بيرن على رقم الشغل عادي اللي اي حد بيطلب مني اوردر. فبرد عادي يعني، فلقيت بقى ايه يعني حد بيكلمني اللي هي ايه حضرتك عندك قناة على اليوتيوب؟ قلت لهم ايوه. قالوا انا قلت بقى ده اوردر عادي. اتاري لا، دي عايزه بتقول لي طب انتي تحبي تبيعي القناة بتاعتك؟ لو عايزه تبيعيها بسعر كويس. قلت لها لا شكرا مش عايزه ابيعها. قالت لي لا ليه حتى لو بسعر كويس؟ قلت لها لا والله حتى لو ب1,000,000 جنيه، والله ده فعلا حصل. فقالت لي ليه كده؟ قلت لها مش عايزه ابيعها، يعني شقايه كله فيها وتعب. قالت لي ما انت لسه ما بتاخديش منها فلوس. قلت لها ايوه عارفه ما باخدش منها فلوس، بس مش عايزه ابيعها. الفكره معايا مش موضوع فلوس بس، والله انا فعلا ما باخدش منها ولا مليم. بس الفكره معايا اولا الناس كلها خلاص عرفت الاوردرات بتاعتي، بتشوفوا القناه، ناس كتير قوي بقت مرتبطه بيهم ارتباط يعني. خلاص يعني بقى في عشرة، مش حتى لو فضلت العمر كله كده بعمل الفيديو وبنزله من غير ما تجيب لي مقابل، انا راضيه. لاني فعلا انا يعني حابه اللي انا ايه تبقوا انتوا بتقولوا لي كلمه، تكتبوا لي كومنت. عايزه اقول لكم يعني اليوم اللي مش بنزل فيديو بحس ان في حاجه ناقصاني. المهم كالعاده انا لكاكه. تعالوا اقول لكم عملت ايه. ما عملتش اي حاجه غير ان انا صفيت العصاير بعد لما بردت شويه، وحطيتها في الازايز كده وفتحت محل العصير. بصوا يعني ما شاء الله.
تعالوا بقى نعمل الصوبيا. حطيت بقى لبن 2 كيلو من الحليب يغلوا على النار، بعد لما غلوا سبتهم يبردوا شويه وبعدين نعمل الصوبيا. سهله جدا. جبت ربع كيلو من الصوبيا، وانا بحب احط معاها معلقتين لبن بودر عشان كمان بتقلها، وعايزه اقول لكم اللبن ده كامل الدسم. وحطيت معاها بقى برضو سكر حسب الرغبه، وبعدين هضربها كده ضربه بالهاند بلندر. الصوبيا علشان تاخدي منها نتيجه حلوه لازم تضربي فيها كتير. انا ضربت شويه كده صغيرين، وبعد كده فضيت كله بقى في الحله على بقيه اللبن، وهبدا بقى ايه افضل اضرب فيها شويه، يعني حوالي ربع ساعه كده او 10 دقايق، علشان بصوا تحسي ليه عملت فوم كده، فومت معاكي. تمام. وبعد كده هفضيها في الازايز وايه وخلاص على كده. دي كده اسهل حاجه. هبدا بقى اقفل الازايز دي وادخلها الفريزر، وبعد كده بقى تعالوا نشوف الحلو بتاعنا. عايزه اقول لكم انا كان ممكن يعني ما كانش عندي امل ان انا الفيديو ده هينزل النهارده، بس بجد يعني لو شفتوه ما تنسوش تحطوا لي لايك. بجد والله انا تعبت جدا، يعني مش قادره اوصف لكم انا تعبت قد ايه. تعالوا بقى ايه نروح على البوتاجاز ونشوف الحلو بتاعنا. بصوا يا جماعه، انا مسيحه زبده نيوزيلندي او سمنه بقري او اي حاجه انت تفضليها. كل ما كانت الحلويات جوده السمنه بتاعتك كويسه، كل ما تديكي نتيجه احلى. طيب احسن نتيجه للسمنه لو انت عايزه تعملي حلويات، يعني ايه حاجه كده يقولك لا دي توب انت جايباها من اكبر محل. السر اللي انت تعملي، تجيبي الزبده النيوزيلندي وتسيحيها وتتكي عليها سنه في الايه، يعني تخليها تفصل كده بين الايه، تتحول لسمنه. هي زبده بس احنا بنسيحها نخليها تتحول لسمنه. تمام. هو ده بقى السر، تديكي بقى نتيجه طعم الحلويات. يعني يمكن اكبر المحلات مش هتلاقيه. والله يعني بامانه وربنا يشاهد، اللي هيجرب اللي انا بقوله ده هيدعيلي. المهم انا سيحت السمنه، وهنعمل بقى ايه الكريمه بتاعتنا او القشطه. واللي بيقول عليها قشطه كدابه دوت هيغير رايه دلوقتي، لان هي مش قشطه كدابه. وبعتذر عن صوتي لان هو فعلا مش طالع، وفعلا تعبانه جدا يعني الحمد لله. المهم جبت بقى 3 معالق كبار من الدقيق على 3 معالق من النشا، بس مش 3 معالق هرميين، 3 معالق اللي هم الشاي كده. تمام. وبعد كده حطيت عليهم لتر من الحليب ومعلقتين من السكر، وفضلت اقلب كده لغايه لما عملت قوام المهلبيه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده قمت حاطه عليها ايه، ضربتها بالهاند بلندر، علشان انا بفضل اي حاجه فيها كريمه او بشاميل بفضل اديها ضربه، بتبقى كريمي اكتر يعني لما بتضربيها. بصوا بقت عامله ازاي. لغايه كده انا متفقه معاكم اللي هي ايه قشطه كداب. اما بقى الحله التانية دي انا كنت بغلي لبن على النار. اما الحله اللي فيها سكر حطيت فيها كوبايه واحده من السكر على يعني معلقتين من الميه علشان اعمل كراميل. طيب هنعمل كراميل ليه؟ هقول لكم دلوقتي هنعمل كراميل ليه. معلقتين الميه بس علشان ما يخليش السكر يتلسع من جنب وجنب لا. اول لما هتلاقيه اخد لون كده معاكي، هنبدأ بقى ايه نشوف هنعمل فيه ايه تاني. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين اخد اللون الذهبي كده. اول بقى لما هياخد اللون دوت هقوم حط عليه ايه رشه من الملح، حاجه بسيطه جدا. وهنزل عليها بنص كوبايه من السمنه اللي انا سيحتها او ايه اي سمنه عندك وبس. وبعد كده هنزل بكوبايه ايه حليب. شفتوا بقى بيطلع بخار ازاي؟ يعني ستر ربنا اللي انا حطيت نص كوبايه الحليب، لان كانت ايدي قريبه خالص من الايه من الحله، فكانت كل البخار ده كان هيطلع على ايدي كان هيشويها يعني. وانا فعلا النهارده مش ناقصه بس الحمد لله. فخدي بالك جدا لان هو بيفور وفي نفس الوقت ايه بيبقى سخن جدا. هنحط كوبايه نص كوبايه من السمنه، وحطيت كوبايه من الحليب، ولازم الحليب اللي يبقى سخن. طيب نفرض اللي هو السمنه لقيتيها فصلت معاكي كده عن الكراميل او السكر، تحسي اللي هو قطع كده. ما تقلقيش، ما فيهاش اي حاجه، دوت بيبقى من السمنه. هتضربيه يا اما بالهاند بلندر يا اما تستني لما يبرد وتحطيه في الخلاط تديله ضربه كده. تمام. كده خلاص الكراميل بتاعنا جاهز. تعالوا بقى نعمل صينيه البسبوسه اللي هتروح للعميله بكره ان شاء الله، ياكلوها في الف هنا. احنا بس ايه بنجهز الحاجات علشان بكره ايه تبقى على التسويه بس. المهم جبت بقى الصينيه بتاعتي وحطيتها، وعايزه اقول لكم دي هتروح بالصينيه لان البسبوسه مش بتتقلب، بس هترجع تاني يعني ان شاء الله. المهم زي ما انتوا شايفين بقى حطيت نص كيلو من السميد البسبوسه، وعليهم معلقتين من جوز الهند ونص معلقه من البيكنج باودر. وما تكتريش بيكنج باودر عشان ما تعلاش معاكي قوي. وجبت الصينيه بتاعتي، الصينيه دي مقاس 30. حطيت فيها بقى يعني خدت كده
بالفنجال شوية سمنة حلوين يعني. دهنت الصينية وبعدين بقى نزلت بقى بالخليط الكراميل اللي انا عملته على البسبوسة او على صميد البسبوسة والجوز الهند والبيكنج باودر، ويا دوبك قلبتها اللي هي تتشرب بس كده. طيب نفرض اللي انت لقيتيها معاكي لا ماسكة شوية، زودي ربع كوباية حليب بس كده. دي كل التكات بتاعة البسبوسة. وهسيبها كده، واول قبل لما الفرن يسخن هدخلها على درجة حرارة 200. هنبدأ بقى نعمل الشربات بتاع كل الحلويات اللي احنا هنعملها. احنا هنعمل بسبوسة وكنافة. عملت بقى ايه 2 كيلو سكر ايه على بقى ميه. طب قد ايه بقى الحاجه المقدار الصغير؟ لكل كوبايه سكر كوبايه ميه. انت بقى عايزه تعملي 10 كوبايات سكر، اعملي عليهم 10 كوبايات ميه مع عصره ليمون بس كده. تعالوا بقى نرجع للقشطه بتاعتنا اللي بيقولوا عليها قشطه كدابه، وهي مش كدابه لاني اكيد ما دقوهاش مني. لو دقوها مني هيعرفوا اللي هي مش قشطه كدابه خالص. بعد بقى لما خلاص بردت الكريمه شويه لازم تبرد، نزلت بنص كيلو من الكريمة اللباني. كريمة لباني مش قشطة ومش وش اللبن، الكريمة اللي بنجيبها من عند اللبان. حطيت نص كيلو منها. هتقولوا لي نص كيلو كتير، انا بعمل لكل صينية كنافة بحط عليها كوباية لبن على تمن كيلو من الكريمة. فانا ما شاء الله هعمل 4، فالأربعة هياخدوا معايا نص كيلو. تمام. وبعدين قلبتها كويس قوي وبقيت كده بقى كريمة يعني حاجة كده تحفة. تعالوا بقى نجيب ايه 2 كيلو من الكنافة زي ما انتوا شايفين. فككتهم كده، وده طبعا انا كنت حطاهم في الفريزر قبليها بيومين علشان لازم يبقوا يعني يعني جامدين وتتفكك معاكي. ما ينفعش تجيبي الكنافة وتعمليها في نفس اليوم. اولا مش هتديكي نفس النتيجة الحلوة اللي هي بتاعت الكنافة لما بتدخل الفريزر، وفي نفس الوقت مش هتفك معاكي، هتلاقيها ايه شبه الشعر كده بتتقطع. تمام. فككتهم بقى كده من الفريزر. طبعا لما بيبقوا لسه طالعين من الفريزر بيفك معاكي بسرعة، فمش محتاجين كب. ونزلت بكيلو وربع. اول حاجة حطيت من قول مثلا ايه بتاع ربع كوباية الا ربع من السكر البودرة وخلطتها كويس جدا. وبعد كده قمت نازلة بقد ايه بقى من السمنة. هي دي بقى المشكلة. انا عارفة اللي انتوا هتتعاركوا معايا. الاربع صواني كنافة دول طبعا مقاس 30، مقاس كبير ما شاء الله. كل صينية بتاخد نص كيلو كنافة. طيب اخدت ايه؟ اللي هيقول لي بقى 4 كوبايات سمنة هقول له لا. الكنافة يعني بصي بتسحب سمنة جد ياما. مش 4 كوبايات سمنة. اخدت معايا كيلو سمنة، كيلو سمنة صافي. تمام. ده غير كمان الايه الحتة اللي انا بحطها في الصينية من تحت. هي بتاخد سمنة كنافة يعني سمنة، لازم تاخدوا بالكم من النقطة دي. بعد كده بقى حطيت بقى طبقة الكنافة من تحت، وبعدين قمت حاطة بقى طبقة القشطة، وهبدأ بقى ايه اغطيها بطبقة برضو من الكنافة. هنرصها بالطريقة العادية، بس اهم حاجة اول طبقة تضغطي عليها كويس جدا، علشان انا حتى كنت ماسكة هراسة البطاطس وبضغط عليها كويس جدا. لكن الطبقة الأخيرة بقى هتساوي كده ايه بالراحة علشان القشطة ما تفكش منك. انا هعمل معاكم بقى الصينيتين دول، والصينيتين التانيين كان النور قطع. طبعا بقى الشكل النهائي كله هتشوفوه بكرة. انا بعتذر الفيديو مش كامل، بس انا لسه ما سويتهاش فعلا والله. فان شاء الله تشوفوا بقى بقية الاوردر كله بكرة ان شاء الله، وسامحوني. وما تنسونيش بدعوة حلوة، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.